كان في نفس الشركة 2 مدير مشاريع. الأول الفريق كله كان بيتمنى يشتغل معاه، والتاني مجرد ما اسمه بيتقال في الجدول الناس بتتضايق. ايه الفرق بينهم؟ المدير الأول كان بسيط جدا، بيسمعنا، بيوضح الهدف الكبير، بيخلينا نحس إننا جزء من القرار، حتى لو الشغل ضغط كنا متحمسين نكمل. أما التاني واقف ورا كل واحد فينا زي الكاميرا، يسأل على تفاصيل صغيرة ملهاش لازمة ويعيد كلامه كأنه مش واثق فينا، والنتيجة الفريق كله فقد الحماس. الحقيقة اللي اتعلمتها إن مش كل مدير مشروع بيبقى قائد، والأهم إنه القائد لازم يعرف يعمل 3 حاجات: يسمع، يوضح الصورة الكبيرة، 3 يثق في فريقه. ساعتها الفريق مش بس هيشتغل، لا ده كمان هيشتغل بحماس كأنه مشروعه هو. أنا عمر جلال، مدرب إداري وبروجكت مانجمنت، ببسط المفاهيم للناس. تابعني عشان توصلك نصايح عملية أكتر عن الإدارة.